بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وأصلي وأسلم على خير من هدى الناس، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة العالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب، أرحب بكم في رحاب هذه الحلقة، وستكون إن شاء الله بعد قليل، وهو لقاء يجمعنا بالشيخ صلاح الدين حامد علي شيخ، إمام مسجد النور في مدينة ميلبورن بولاية فيكتوريا. والشيخ صلاح هو عضو مجلس أمناء مجلس الرابطة في أستراليا. سنتحدث وإياه عن المركز، وهو إلحاق بالحلقة التي استضفنا فيها الشيخ صلاح خيار. أهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع في برنامج مع اللغة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين مرة أخرى. أيها الإخوة المشاهدون، كما نوهنا في المدخل، ها نحن نلتقي بالشيخ صلاح الدين حامد علي الشيخ، إمام مسجد النور في مدينة ميلبورن ولاية فيكتوريا، وعضو مجلس الأمناء لمركز الرابطة أستراليا، والرئيس السابق لمجلس الأمناء، وهو عضو بمجلس الإدارة. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك في شبكة سلام وقناة سلام، وأنت رجل داعية في الله. نحن سعيدين بك شيخ صلاح الدين. جزاك الله خير الجزاء. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه والاه. أستاذ أحمد الشريف الإعلامي، أهلا وسهلا ومرحبا بك وبقناتك في هذا اللقاء الذي آمل أن يكون يعني توضيح لكثير من الحقائق وإلقاء ويعني نلقي الضوء على كثير من القضايا التي تهم المجتمع، ونسأل الله سبحانه وتعالى العون في ذلك إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك شيخنا صلاح الدين. مشاهدينا الكرام، لعلكم تذكرون عبر هذه القناة المباركة التقينا بالشيخ صلاح خيار، عضو مجلس الأمناء وأحد الناشطين الآن في مركز الرابطة أستراليا، بمناسبة تدشين المركز الذي كان في بحر الشهر الماضي. والآن تمليكا للحقائق، برضو نلتقي بعضو مجلس الأمناء الشيخ صلاح الدين كما نوهنا. أولا نقول مبروك شيخ صلاح للجالية الإريترية والجالية المسلمة أو المسلمين في مدينة ميلبورن من الإريتريين. هذا المركز يمثل يعني فتحا مبينا للمسلمين، حيث ستتحدث عن أهدافه والخلفية والتأسيس وغير ذلك. شيخ صلاح، كده كمدخل لكي يتعرف بك المشاهد الكريم، ونحن سعيدين جدا بإطلالتك البهية شيخ صلاح، كده من هو الشيخ صلاح الدين حامد؟ جزاك الله خير الجزاء على هذه المقدمة اللطيفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون عند حسن الظن. وأخوكم في الله صلاح الدين حامد علي الشيخ من مواليد مدينة كسلة. انتقلت للعيش بالقضارف، مدينة القضارف بالسودان، تبعا لعمل الوالد في الجندية السودانية، حيث كان الوالد رحمة الله عليه من الجنود القدامى الذين كانوا في الجيش السوداني عندما كان يسمى أيوة نعم، عندما كان يسمى قوة دفاع السودان قبل استقلال السودان. فكنا ننتقل من مدينة إلى مدينة تبعا لعمل الوالد. فيعني عشت سنوات الطفولة أغلبها في مدينة القضارف، ولكن كنا نعيش في القربة وفي كسلة لسنوات. والحمد لله رب العالمين درست الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدارس مدينة القضارف، ثم انتقلت للتعليم العالي بجامعة القاهرة، حيث درست الآداب، وكان التخصص في اللغات الأجنبية من ضمن اللغة الإنجليزية بالأساس والأدب الإنجليزي. وفي تلك الفترة أيضا كنت أداوم على دراسة العلوم الشرعية
في مساجد مدينة القاهرة العامرة مع ثلة من العلماء الأفاضل والأكارم. وأيضا بعد التخرج والعودة إلى المجيء إلى أستراليا درست العلوم السياسية والعلاقات الدولية Politics and International Relations بجامعة فلندرز بساوث أستراليا، وتخصصت في تاريخ الفلسفة السياسية طبعا من عهد أفلاطون أفلاطون وأرسطو مرورا بالثلة سبينوزا، ويعني سميهم ما تسميهم من رواد. ولفت نظري بهذه المناسبة، وأريد أن يكون حديث على عواهنه يعني دون تكلف. لفت نظري أن الخواجات لا يدرسون الفلسفة الإسلامية، وإنما هنالك إشارات فقط إلى فلسفة ابن رشد وابن سينا، وطبعا مع تغيير الاسم يعني أفيروس وأبينوس. فيعني هذا شكل لي صدمة في البداية، لأنه كنت أعرف بأن فلسفة أرسطو تم نقلها بواسطة الفلاسفة المسلمين الذين استوعبوها وهضموها، ثم نقلوها إلى الغرب، إلى أوروبا عبر بوابة الأندلس، حيث كان كثير من أبناء الملوك ويعني الغربيين يدرسون في جامعات قرطبة وإشبيلية وطويطلة، وتعلموا اللغة العربية ودرسوا الفلسفة، فلسفة أرسطو التي تم نقلها عبر الفلاسفة المسلمين الفارابي وابن رشد وابن سينا وابن الطفيل وغيرهم يعني من الفلاسفة المسلمين. على أي حال يعني طبعا يعني حبب إلينا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بفضل من الله ومن وكرم منه. ومنذ مجيئي إلى هذه البلاد يعني انخرطت في حقل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إمام مسجد فيتسروي، مسجد النور بفيتسروي بمدينة ميلبورن، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد الخطى على هذا الطريق وأن يستر عوراتنا. بارك الله فيك. نعم. عفوا على المقاطعة شيخنا. ويعني كثير من الناس اللي صلوا وحظيوا أن يصلوا خلفك صلوات الجمعة يؤكدون على أنك خطيب مفوه، وأنت أيضا رجل إعلامي كمان، يعني لك مشاركاتك وتجربتك في مجلة الوسط الأسترالية، بل أحد المؤسسين يعني كما أعلم. ولكن لم نحظى حتى اليوم أن نصلي خلفك، وأسأل الله سبحانه وتعالى. يعني كثار من الناس يقولوا يعني إجادة ما بعدها إجادة باللغتين العربية والإنجليزية، وإن شاء الله يوم كده نجيك شيخنا نصلي خلفك. طيب، هذا شرف كبير لنا، ويعني نسأل الله سبحانه ربنا يجعلنا عند حسن هؤلاء الإخوة الأكارم الذين يعني كلامهم هذا بدافع التشجيع أكثر من أنه إثباتا لهذه النقطة. نعم، جزاكم الله خير الجزاء، وأنتم أولى بالخطاب أستاذنا. جزاك الله خير إن شاء الله. وإضافة لما ذكرنا مشاهدينا الكرام، أن الشيخ صلاح هو رجل كما نعلم رجل لينغويستيك لغوي، وإن شاء الله برضو له دراسات نقدية في الأدب العربي والأدب العالمي. وإن شاء الله يوم كده برضو في برنامج مع اللغة العربية، هذا البرنامج الذي يتشرف اليوم بحضوره معنا، إن شاء الله سيكون له أكثر من نافذة للحديث عن مكانة اللغة العربية وآدابها وفنونها وغناها. هو خير المتحدثين وخير العارفين بهذه اللغة، ومقارنة اللغة العربية باللغات الأخرى خاصة اللغة الإنجليزية، وأهمية هذه اللغة بالنسبة للرجل المسلم، كيف ينبغي أن يكون علاقته بهذه اللغة. إن شاء الله سنأتي أستاذنا وشيخنا صلاح الدين حامد في حلقات مقبلات بإذن الله. الآن باسمي وباسم كل المشاهدين نهنئ افتتاح المركز، مركز الرابطة أستراليا، الذي كان كما قلت في الشهر الفائت. شيخ صلاح كده ادينا برضو خلفية لما أضافه شيخ صلاح خيار
كده علاقتك بهذا المركز من الجمعية الإسلامية الإريترية، باختصار كده عشان نخش في تطورات الأحداث وتفاعل الناس وأهمية الالتفاف حول هذا المركز وغيره من المحاور. تفضل شيخنا. جزاك الله خير الجزاء. وحقيقة ولا بد أن نتقدم بالتهنئة للأمة الإسلامية على مقدم العام الهجري الجديد، ونحن في بدايات شهر المحرم بارك الله فيك. للعام 1444 من الهجرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير وبركة بإذن الله سبحانه وتعالى، وسلام للبشرية جمعاء، آمين. ولجالياتنا المسلمة في مشارق الأرض ومغاربها، وأيضا لجاليتنا العزيزة في ملبورن هنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون بداية توحد ووحدة لهذه الجالية، عطفا على موضوع مركز الرابط الإسلامي. هذا المركز طبعا هو بدأ كفكرة موجودة منذ تأسيس الجمعية الإسلامية الإريترية بملبورن في العام 1992. كانت فكرة وجود مقر يهوي المسلمين الإريتريين، ويعني يحقق يعني كل آمالهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وطبعا المركز الإسلامي عادة يكون عنده يعني عدة أشياء، من ضمنها يعني الحفاظ على هوية المسلمين وهوية الجالية، من ضمنها تحفيظ وتعليم القرآن الكريم، من ضمنها إقامة الدروس وحلق العلم، وأيضا منفذ اجتماعي يلتقي فيه الناس في عطلة نهاية الأسبوع، ويعني يكون نوع من في الغربة يعني يجد الناس أنفسهم مع بعض يعني في مكان يخصهم ويشعرون بأنه يعني يمثلهم ويمتلكونه يعني. فالفكرة بدأت هكذا من ذلك الوقت، ونسبة لوجود العديد من المشاريع المهمة التي استنزفت الطاقات حقيقة لتأسيسها، وبفضل الله سبحانه وتعالى تم تنفيذ وتأسيس مشاريع كثيرة، مشاريع رائدة عبر الجمعية الإسلامية الإريترية. منها مثلا مشروع القرض الحسن، يعني استفاد منه كثير من الإريتريين المسلمين في أنه يعني اقتراض لدفع تكلفة أسعار التذاكر للسفر لذويهم القادمين من أوفرسيز. وأيضا هنالك مشروع كان صندوق الزواج، كان لدعم المتزوجين حديثا. كان هنالك أيضا مشروع وما زال مشروع كبير وقائم، وهو مشروع يعني ممكن نسميه دفن الموتى، نعم. أو إكرام الموتى نسميه من المدافن. وهو مشروع رائد يعني لا يوجد له مثيل يعني إطلاقا. أنا سألت عن ذلك سواء كان في أوروبا أو في أمريكا، لا يوجد مشروع مثل هذا يعني تأسس بحيث الإنسان يعني إذا توفاه الله سبحانه وتعالى يعني لا توجد مشكلة في دفنه عبر هذا البرنامج دون أي تكلفة تذكر. فهذا مشروع كبير. المهم يعني مشاريع الدعوة توسعت وانداحت، وبقي مشروع بناء مقر للجالية يحتضن أشواقها ويحتضن برامجها المتعددة، بقي في أضابير الجمعية الإسلامية الإريترية حتى العام 2015، حيث برزت الفكرة عفوا العام 2013 برزت الفكرة من جديد وأصبحت ملحة، وكان هنالك ضغط من أبناء الجالية بالإسراع في تنفيذ هذا المشروع. ويعني تحركنا في ذلك الإطار اعتمادا على الله سبحانه وتعالى، وأخذ الإعداد لهذا المشروع تقريبا مدة عام كامل كيف يخرج للعلن. وكان هنالك آراء متعددة يعني ممكن نجملها في رأيين. الرأي الأول يقول بأنه والله هذا المشروع، مشروع المركز، هو جزء من الجمعية الإسلامية الإريترية، ويعني هي التي تبنته وهي التي تخرجه إلى العلن. كان هنالك رأي آخر يقول والله يا أخي
الجمعية الإسلامية الإريترية ليس كل أبناء الجالية الإريترية المسلمة منضوٍ تحت عضويتها، وبالتالي ربما يحس بعض الناس أنهم يعني ليسوا في هذا المشروع لأنهم ليسوا أعضاء. ولذلك رؤية أن يكون المشروع يعني يؤسس له يعني مؤسسة جديدة غير الجمعية الإسلامية الإريترية. الجمعية الإسلامية الإريترية هي الحاضن الأساسي، ولكن يعني تخلت عن فكرة أنه يكون جزء من المركز، يكون جزء من الجمعية الإسلامية الإريترية، وبالتالي أصبح يسمى مركز الرابطة. تحت هذا الاسم تأسس مركز الرابطة، وتحت هذا الشعار انطلق يوم التدشين، وعرف الناس بأن هذا المشروع والله لا يخص الجمعية الإسلامية الإسلامية الإريترية لوحدها، وإنما هو مشروع طرح للجميع بحيث يشارك فيه الناس جميعهم ويحسون بأنهم جزء منه. ولذلك هذا الانطباع أو هذا الشعور لدى الناس يعني كان واضحا بأنه في تدافع كبير عند يعني تدشين المشروع في عام 2014 في يعني تقريبا في شهر مارس. وللأمانة يعني أنا كنت من الناس المؤسسين لهذا المشروع، ولكن لحظات الافتتاح لم أحضرها. لم أحضر لأنني كنت بالسودان في ذلك الفترة، وقضيت تقريبا 4 أو 5 أشهر في ذلك العام، الحمد لله على فجئت السلامة. بعد التدشين ولم أحضر ذلك التدشين، ولكن يعني الحمد لله رب العالمين كان يوما مشهودا، ولعل الأستاذ أحمد الشريف يعني يعرف ذلك، وكان لست متأكد إذا كنت من الحضور في ذلك الوقت يعني. لا، حضرت الحمد نعم، لله. فأنت أدرى مني بذلك اليوم. على أي حال المشروع بعد ذلك يعني لمدة عام تم تكوين لجنة مكونة تقريبا من 9 أفراد. هذه اللجنة لها عدة مكاتب وبقيادة الأخ الرئيس، ويعني فيها عضو علاقات عامة وعلاقات جماهيرية، وفيها مسؤول مالي، وفيها يعني لجنة للبحث عن الأرض والمقر. وكما تعرف أنه في تلك الليلة يعني تبرعت الجالية الإريترية بما يزيد على 1.5 مليون دولار. ما شاء الله. نعم. ويعني تم تجميع يعني مبلغ جزء كبير من هذا المبلغ في فترة وجيزة، وتم شراء الأرض بعد تقريبا هل عام. شيخنا، هل تم نعم. جمع على الأقل نصف المبلغ المعلن كصدقة تبرع؟ هل نصفه، ثلثه، أكثر؟ والله تم يعني نعم أكثر من النصف. أكثر أكثر من من النصف النصف. تم تجميعه. نعم، أكثر من النصف تم تجميعه. وطبعا يعني الله سبحانه وتعالى يسر الأمور، وكان هنالك التفاف كبير. ويعني احنا الحمد لله تم تجميع مبلغ كبير جدا جدا، بحيث انه وفقنا بعد ذلك الى شراء قطعة الارض التي تبلغ 5 يعني كما يقول 5. نعم. نعم. وهي مساحة جيدة جدا جدا، والحمد لله تم تسديد المبلغ. جميل. ويعني المهم بذلت جهود كثيرة، جميل. لكن بعد ذلك أستاذ أحمد حدثت بعض الأشياء. يعني حدثت بعض الأشياء حول كيفية إدارة المركز في هذه الفترة، أدى إلى يعني بعض الناس أحسوا يعني بالإحباط. حسوا بالإحباط، وهي كانت أخطاء إدارية من داخل اللجنة، أخطاء إدارية ليست يعني أمور كثيرة، لكن دائما نحتاج إلى حكمة القيادة لكي تجمع الصفوف وتتلافى الأخطاء. ولكن يبدو أنه تراكمت الأخطاء، فأدى إلى إحباط وسط حتى بعض العاملين. وحقيقة في تلك الفترة
يعني نادى كثير من الناس بضرورة لقاء عام يجمع كل الناس ليناقشوا كيفية إدارة المركز وكيفية التعامل مع المرحلة القادمة. ذلك الوقت الدستور اللائحة الدستورية هل كانت مكتوبة منجزة؟ نعم، هذا سؤال يعني وجيه جدا جدا. أنا الأسئلة تقريبا يعني أستطيع من خلال الأسئلة أستطيع أن يعني أعطي رؤية واضحة جدا جدا. إن شاء الله. طبعا بدأ المشروع بدستور أو لائحة أساسية. هذه اللائحة الأساسية يعني كانت تتحدث عن هذا المشروع يعني كملك للمجتمع الإريتري، وأن هذا المشروع هو وقف، ولكن لم يكن بها أعضاء مؤسسون. يعني لم يكن أو ما يسمى ممكن ترجمتها إلى الفاوندينج ممبرز. أوكي. الدستور الأول لم يكن ذلك موجودا، ويعني هذا خطأ استراتيجي إنه تم تقديم المشروع بدون فاوندينج ممبرز في البداية. لا كيف طبعا. طيب كيف أجيز من الجهات المسؤولة؟ فلا بد يسجل بالجهة المنوط بها، مثلا تكون مسجلة. نعم. فوقف كده عام أعتقد حسب القانون الأسترالي لا يمكن تسجيله، فلا بد من تسجيل أسماء معينين تعود إليهم الحكومة أو الجهات الرسمية، أليس كذلك؟ نعم هذا صحيح. طبعا يعني الاختيار دائما متروك للقائمين بالمشروع. يعني النهارده إذا اجتمع المجتمع ويعني اختاروا لجنة، ويعني المجتمع ده يعتبر الآن سجلوا أسمائهم كعضوية كأعضاء، هذه العضوية عملوا الجمعية العمومية يسموه الجنرال ميتنج. أيوه. الجنرال ميتنج هذا ينبثق منه طبعا يكون هو محضر رسمي، وتنبثق منه لجنة أو إدارة أو هيكل إداري معين. هذا الهيكل الإداري يأخذ كل الأوراق والمستندات ويأخذ أيضا الدستور المعد، أنك لابد أن تعد الدستور لذلك يعني. فالدستور هذا يعني تم إعداده بشكل مبسط، لأن الناس كانوا في حوجة إلى الإسراع حتى تكون الرابطة تكون مسجلة رسميا في يوم الافتتاح. جميل. ففي هذه الحالة يعني كانت الرابطة عبارة عن مؤسسة لكن ليميتد، يعني ليس لها الصلاحية في جمع التبرعات والأموال. هذا يحتاج إلى عمل إداري، يمكن يحتاج إلى تقديم طلب يتم البت فيه من الأوثوريتي أو السلطات الرسمية في خلال من 6 شهور إلى سنة. وبالتالي كان إنه المرحلة الأولى كان دستور عام أو يسموه يعني لا يحتاج منك إلا فقط إلى تسجيل فقط، يعني تسجل. فتم تسجيل الرابطة بهذا، لكن بعد ذلك عندما يعني سودت مقترح دستور يعني فقط عشان تسجل. هو دستور موجود، لكن هذا الدستور يعني يعني زي ما تقول لا يتضمن القدرة على جمع الأموال فقط لتسجيلها بشكل رسمي القطعة المركز. يعني بإمكانك الآن لو تريد أن تسجل أي جمعية سواء كان تخصك أنت أو تخص مجموعة من الأفراد، بإمكانهم أن يتوجهوا غدا ويعني يأخذ حاجة اسمها الرول موديل، اللي هو يعني دستور معد من الحكومة، أو أن تعيد أنت دستور، وهذا الدستور يعني يتضمن الأشياء الأساسية: الموافقة على القوانين الأسترالية، وتوضيح عضوية المؤسسة، يعني بعض الجوانب الأساسية. لكن إذا أردت أن تجمع الأموال لابد أنك أن تمر بمرحلة تدخل فيها يعني موافقة من بعض الأنظمة الحكومية المعينة، لأنه طبعا هم يخشون من غسيل الأموال، يخشون من الناس يجمعوا تبرعات عشوائية من أشياء يعني جمع الأموال للإرهاب وكذا. فلذلك تسجيل المؤسسة تجمع تبرعات ليس بالأمر السهل، يحتاج من 6 شهور إلى سنة.
نعم. يبت في الطلب يعني. فلذلك نحن في البداية تم تأسيس المشروع، تأسيس الرابطة بالدستور الأساسي أو الأول. نعم. وهذا يعني بعد كده عندما احتجنا باستشارة من المحامي تم طلب بأنه والله يا أخي لابد من تغيير الدستور وتغيير اسم الرابطة لتصبح رابطة، بدل ما كانت ليميتد تكون يعني انكوربريتد، اوكي. يعني مؤسسة يحق لها جمع التبرعات يعني. فتم هذا بعد سنة تقريبا من التدشين الأول، أو بعد سنة ونصف أو هكذا يعني، أو يعني في تقريبا في حدود عام 2016 تم التسجيل الثاني. هذه المرة تم إضافة الفاوندينج ممبرز. ساعتها كانوا كم؟ نعم، الأعضاء المؤسسين كانوا كان عددهم؟ عددهم 8 أفراد. وطبعا تم إضافتهم باستشارة من المحامي الذي قال بأنه والله يا أخي تريد أن تسجل بهذه الطريقة لابد من فاوندينج ممبرز. إضافة كم عدد، كم عضو؟ يعني هو قال يعني أي عدد من 8 إلى 12، هو يفضل يعني 12 شخص، وإحنا فعلا تقدمنا يعني إلى عدد 12 شخص كانوا في إدارة الجمعية الإسلامية الإريترية. لكن الذي رجع إلينا وكان جاهز للتوقيع وكذا يمشي للمحامي ويوقع، يعني هذا العدد تقريبا 8 اللي هم وكذا. 8. فلذلك يعني أو ممكن تسميهم مبادرين يعني كويس. بالتسرع، وأسرعوا في يعني التسجيل وكذا، وتمت بهذه الطريقة حسب ما أراد المحامي الذي تم استشارته للأمر يعني. لكن كانت المشكلة في أنه ما هو دور هؤلاء الفاوندنج ممبرز أو الأعضاء المؤسسين، ما هو دور. هذه كانت الإشكالية هنا. منصوص عليه في الدستور المقترح أو الدستور الجديد هذا، إنما الدستور الأول لم يكن فيه الفاوندنج ممبرز. في الجديد هسي الجديد موجود نعم، لكن القضية في أنه هذا لم تتم باستشارة يعني مجتمعية واسعة، فلم يتم باستشارة مجتمعية واسعة. كان لعله الأفضل بأنه يتم استشارة دعوة المجتمع ككل وإخبارهم المجتمع لازم يكونوا أعضاء في المركز ولا المجتمع المسلم كله؟ والله هذه الإشكالية في أنه الرابطة لم تبدأ بعضوية، إنما بدأت في تدشين، وكانت في ذلك الوقت يعني أشبه بأنها تنتمي إلى الجمعية الإسلامية الإريترية. ولذلك أنا في البداية ذكرت بأن إحنا شكلنا لجنة من الجمعية الإسلامية لإدارة الرابطة. لجنة هذه اللجنة استمرت لمدة عام، ثم تم الدعوة إلى جمعية عمومية. طيب الجمعية العمومية دي الحاضرين يعتبروا أعضاء أوتوماتيكال يعني؟ الجمعية العمومية نعم يعتبروا أعضاء وتم حتى تسجيل. لو ما كانوا مسجلين ويدفعوا تبرعات مثلا؟ لا، هو إذا كان يعني هو الفرق بين العضو وبين المستفيد، إنه العضو طبعا هذا المشروع هو ملك لكل المجتمع الإريتري، لكل المجتمع الإريتري المسلم هو ملك له. لكن كما تعرف أستاذ أحمد بأنه يعني النهارده إذا كنت تريد أن مثلا أن يعني ترشح أو تنتخب، أيوة، أو تنتخب، لازم تكون عضو عامل. صح. لأنه في حقوق وواجبات، حقوق العضوية وواجبات العضوية. إنما إنسان يعني إذا لم يكن ملتزم باللائحة فيعني ممكن أن يعني كما تقول إيش يعني لا يمكن تحاسبه، لأن أصلا ليس عضو وقع على العضوية التي تنص على الحقوق كذا والواجبات. كذا كذا كذا. نعم. هذا أمر طبعا معتاد يعني في أي منظمة لازم يكون في عضوية. الآن إحنا بقينا في هذه المسألة بأنه المشروع ملك للمجتمع ككل، والمجتمع ككل تبرع لهذا المشروع، والناس كلهم يعتبروا نفسهم أعضاء. فينبغي توسعة الماعون، وكل الناس المجتمع ده يعتبر عضو في هذه. يعني هو طبعا مفروض يكون يعني العضوية أن الناس تعمل على تسجيل كل الأسماء، كل أسماء المجتمع ليصبحوا أعضاء يحق لهم الترشيح والترشح، يحق لهم وإبداء الاقتراح في الدستور أو في المسودة في كل برامج المركز. هذا صحيح نعم. المهم يعني لعدم الإطالة إنه طيب شيخ صلاح،
خلينا نحن نخرج فاصل قصير جدا في الجزء الأول من هذه الحلقة، ايوه. على أن نكمل طوال أول ما نبدأ نخش في أنه كيف تمت معالجة هذه الإشكالية من الإدارة الموجودة، وما انعكاس ذلك على المجتمع. فنستسمحك شيخنا الفاضل صلاح الدين حامد علي شيخ، وهو ضيف هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية، ونتحدث عن المركز، مركز الرابطة أستراليا، إلحاقا بالحديث الذي تفضل به فضيلة الشيخ صلاح خيار في حلقة سابقة من هذا البرنامج. فاصل قصير ونعود إليكم مشاهدينا الكرام. الإخوة المشاهدون، أحييكم تحية طيبة مباركة، وأرحب بكم وبضيفنا الأستاذ صلاح الدين حامد علي شيخ، إمام مسجد النور في مدينة ميلبورن ولاية فيكتوريا في أستراليا، وعضو مجلس الأمناء والرئيس السابق للمجلس، وعضو مجلس الإدارة في مركز الرابطة أستراليا. توقفنا شيخنا إنه في إشكالية إنه عدم عقد الجمعية، أو من هم الأعضاء، وكيف يمكن معالجة الإشكالية التي واجهت المركز في هل هي العضوية المطلقة ولا العضوية التي تلتزم بالاشتراك، انعكاس ذلك على الواقع كيف، إذا أنا ما غلطان، وإذا غلطان صححني شيخنا صلاح الدين. كنا توقفنا هنا والمجال مفتوح لك. نعم، جزاك الله خير أستاذ أحمد على الاستضافة مرة أخرى. ويعني نعم، حقيقة بأنه إحنا دخلنا في إشكالية أو في حالة من الضبابية. يعني كثير من المجتمع الآن يعتقد بأنه نفسه هو عضو بشكل تلقائي، طالما هو متبرع وطالما هو يعني إريتري مسلم، ويعني طالما كان هذا هو أصل بداية المشروع هكذا يعني. هذا لكن اعتقاد لدى العامة. هذا الاعتقاد العام. نعم. في الداخل شنو؟ الشيء في الداخل بأنه طبعا كما هو معروف أي منظمة لابد أن يكون بها عضوية منظمة، تسمى العضوية العاملة، أيوة. فاعلة. العضوية المراقبة والعضوية الفخرية. مه. آه، يعني كأي مؤسسة، والقانون الأسترالي لا يسمح بأي يعني عمل مؤسسي إلا من خلال العضوية. والعضوية جميل. طبعا لها حق الاختيار وحق يعني الترشح والترشيح والاقتراح وكل هذه الأشياء، الحقوق لابد أن تكون في إطار الدستور أو اللائحة الأساسية. إشكالية الرابطة أن يعني المجتمع لم يتم توصيل هذه المعلومات بالقدر الكافي. مم. نمرة واحد. نمرة اثنين، ازدواجية العمل المؤسسي. يعني الآن يوجد الفاوندينج ممبرز. الفاوندينج ممبرز هو الدستور تقريبا مبني على الفاوندينج ممبرز، الأعضاء المؤسسون، مم. في حين أنه يوجد جسم آخر يسمى مجلس الأمناء. مجلس الأمناء، مجلس الأمناء يعني هذا له لائحة تنظم العمل بتاعه، لائحة داخلية. لكن هذه اللائحة، هذا مجلس الأمناء أشبه بالبرلمان. يعني لك أن تتخيل بأنه البرلمان الأسترالي لا يملك صلاحية في يعني اتخاذ القرارات الاستراتيجية، أو يوجد يعني مؤسسة رديفة إذا جاز التعبير أو موازية، هي من تتخذ القرار وهي من تتواصل مع الحكومة. يعني هذه ازدواجية. مم. فهذا ليس عيب إذا أنت اكتشفت بأنه والله في ازدواجية يجب إصلاحها. فلذلك يعني كان جزء من الفترة التي كنت شرفت بأن أكون رئيسا لمجلس الأمناء، أنه حاولت يعني أن أسعى لإصلاح هذا الخلل. اللي هو بالتالي الخلل بين الأعضاء المؤسسون ومجلس الأمناء، صلاحيات الطرفين، أن بالضبط. تلمهم في مجلس، يعني في هيئة واحدة. نعم بالضبط. يعني تخيل الدستور المعتمد للرابطة لدى السلطات الأسترالية المختصة هو يعني دستور مبني على الفاوندينج ممبرز، اللي هم ايش؟ الاعضاء المؤسسون الذين يبلغ عددهم 8 اعضاء.
هذا الدستور مبني على هؤلاء الناس. في نفس الوقت هنالك ما يسمى بمجلس الأمناء، له صلاحية في تشكيل الإدارة التنفيذية، ويعني أشبه ببرلمان. لكن هذا البرلمان يعني حقيقة ممكن أن يتخذ قرارات بكل سهولة يمكن إلغاؤها عبر المجلس التأسيسي. أيوة نعم. وهذا يعني هذا طبعا عوار يعني واضح لا بد من معالجته، خصوصا بعد أن عرف الناس بأنه والله لا، يعني احنا نريد بأنه يعني نريد نحن أعضاء، ونريد أنه نحن الذين نشكل الجمعية العمومية. المجتمع هو من يشكل الجمعية العمومية، وهم من يختاروا الأعضاء، ويجب أن تكون هنالك مؤسسة واحدة بهيكل إداري واحد. يعني طيب، لكن شيخ صلاح، أليس من المنطق أنه الناس تحفظ برضو المجتمع الإريتري المسلم يحفظ حق أدبي على الأقل للمؤسسين؟ بمعنى المجلس الذين أسسوا يكون كهيئة مثلا استشارية، كهيئة عليا، ثم يتم التأسيس كما قلت مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية وتوزع المكاتب وهكذا، ويكون عندهم الصلاحيات المحدودة مثلا المؤسسون، بمعنى كأنه المؤسسون دايرين يحتفظوا بحقهم التأسيسي والحق الأدبي والتاريخي، وفي مجتمع آخر يريد أن يوسع المسألة. أعتقد هنا الإشكالية الواقعة فيها. نعم. هو شوف، لما يعني تفضلت بأنه لابد من تلافي هذه الإشكالية عبر التفاهم. يعني أنت ماذا، أنا مثلا أنا كعضو، أنا الآن فاوندينج ممبرز، عضو مؤسس، وفي نفس الوقت أنا عضو مجلس الأمناء في نفس الوقت. لكن يعني وضعي كعضو مجلس أمناء غير وضعي كعضو مؤسس. يعني الدستور كما ذكرت لك مبني على العضوية المؤسسة، على الفاوندينج ممبرز، يعني هم من يتخذ القرار، هم من هكذا. في نفس الوقت هنالك لائحة وليس الدستور، لائحة تسير عمل المؤسسة الموازية التي أعلى سلطة فيها حاليا هي مجلس الأمناء، مجلس الأمناء الذي تنبثق منه لجنة تنفيذية. هذه اللجنة التنفيذية تقوم بالعمل. ومجلس الأمناء هم كل المجلس المؤسس، الأعضاء المؤسسون. أعضاء المؤسسون هم جزء من مجلس الأمناء. يعني مش كلهم، هم كلهم الثمانية مصادقة. بالإضافة لهم ناس ثانيين. أيوة، يعني عضو المجلس الأمناء يتكون من 21 عضو. والثمانية المؤسسين موجودين معاهم في داخل، نعم، في داخل هذا البتاع، لكن هذا وجودهم أو يعني مربوط بوقت، يعني ليس إيش يعني وجود دائم في مجلس الأمناء، لكن هم موجودين بشكل دائم كأعضاء مؤسسين. طيب، العضو المؤسس ما هو دوره؟ هذا أنت طرحت هذا السؤال، يعني سؤال جميل. هل هو دوره اللي هو يعني حفظ يعني حقوقه كمؤسس؟ فأنا بالنسبة لي هذه المسألة طبعا يعني لا تعني شيء، لأنه العمل كله لله سبحانه وتعالى، وهذا العمل كمان شارك فيه آخرون مؤسسون. إنما كان الهدف من الأعضاء المؤسسين هو إيه؟ إنه المحامي طلب هذه المسألة لتسجيل هذا العمل. الآن تم تسجيل الرابط. طالما التسجيل تم ينبغي أن ننتقل إلى المرحلة ما بعدها. أيوة. الآن لتأسيس. يجب نعم بالضبط كده. الآن مجلس الأمناء حاليا يستطيع أن يقوم بكل الأعمال، ويستطيع أنه تنبثق منه اللجنة التنفيذية، لكن يعني دستوريا ليس له أي صلاحية. يعني إذا حصل مثلا أي توتر في العلاقات، يعني زمان إحنا تعلمنا في الجامعة بالسنة الأولى أنه كنا ندرس حاجة اسمها المدارس السياسية دي، الليبراليزم والرياليزم والكوميرشال ليبراليزم وهذه الأشياء الليبرالية. فالليبرالية السياسية الغربية أو الليبرال ديموكراسي، الديمقراطية الليبرالية، يعني الخبراء تحدثوا فيها، قال لك يعني هي تتكون من مثلث يعاني من التوتر. هذا التوتر لا يمكن أن يزال، اللي هو بين تحقيق العدل justice وتحقيق
يعني رغبات الفرد والمجتمع. يعني the society, the individual and justice. There is always tension. You cannot يعني easy زي ما تقول ايش remove or erase. يعني في توتر. هذا التوتر يخليك انت دائما في حالة يعني محاولة لإبداء نوع من التوازن. يعني الفرد، يعني أين تنتهي صلاحية حقوق الفرد أو حرية الفرد وحرية المجتمع؟ يعني هل الفرد والعدل يأتي بين هذا وذاك كيف؟ أيوة بالضبط كده. فهذه المسألة يعني صعب تحقيقها حتى في إطار أعتى النظم. يعني إحنا بقى دخلنا في هذه النقطة، كيف نستطيع أنت الآن شيخ صلاح بتدعو وباعتبارك عضو مجلس الأمناء وعضو المجلس التأسيسي ولك كلمتك، أنت تدعو إلى تلافي المسائل هذه، حلها وتقود هذا العمل، مع أنك برضو أنت تبارك وتهنئ على هذا الافتتاح. كده إذا استمر هذا الوضع، نعم، الناس يطالبوا بما تطالب به أنت، وفي الآن المؤسسين ومجلس الأمناء وأنت عضو فيهم، أو في مجموعة بتقول والله يا أخي نحن هكذا نرى والمسائل لازم تمشي بهذه الترتيب الموجود فيها. نعم، انعكاس ذلك على المركز من الناحية القانونية شنو في المستقبل؟ نعم. أو طيب، إنتاجات إشكالية إدارية، كيف يمكن أن تدار أي أزمة ممكن تجي إلى هذا المركز من الناحية القانونية يعني؟ نعم. شوف، جزاك الله خير، سؤال جميل جدا. أولا، هنالك حقوق أو هنالك مكتسبات تضيع من المركز، ووقت كثير يهدر بسبب الجمود الذي يحيط بالمركز. يعني النهارده احنا عندنا المركز هذا تم تأسيسه على يعني الخطة أو بلان تتكون من يعني 9 stages، 9 مراحل. الآن نحن المرحلة الأولى في المشروع بعد 8 سنين، من سنة 2014 إلى 2022، بعد 8 ما زلنا في المرحلة الأولى. ولك أن تتصور أستاذ أحمد بأن المرحلة الأولى يعني إحنا حصلنا فقط على permit for use، يعني زي ما تقول رخصة لاستخدام البناء الموجود، وليس لبناء أي شيء. ليس لنا الآن بيرمت للبناء، احنا عندنا بيرمت لاستخدام ما هو موجود حتى الآن. وحتى الموجود هذا فما تم افتتاحه، وأنت ما رأيناه من الافتتاح الآن لا يمثل أصلا من المشروع إلا المرحلة الأولى ونصف المرحلة الأولى. بعد 8 سنوات نصف المرحلة الأولى. كيف نتصور بأنه كل مرحلة تحتاج إلى 2 سنين اللي هي هذه المراحل بناء يعني المرافق. هسي لو فتح الله على الناس، نعم، وتوفرت الأموال، نعم، الوضع الموجود الآن ما يساعد إنه واحد لو قال مثلا أنا دار أبني جزء من اللي هناك. الماستر بلان طبعا الناس كلها شافته، نعم، محتوى كيف، ما هي المؤسسات التي ستقام. نعم، صحيح. المركز الآن لا يستطيع أن يبني أي حاجة شخص. لو معك 100 مليون دولار لا تستطيع أن تبني ولا غرفة، لأنك لم الآن تحصل. نعم، لأنك لم تحصل على. أنت تستطيع أن تعمل صيانة. أنت ما رأيته الآن ليس بناء جديد، إنما هو صيانة للمبنى الشيد اللي كان موجود ولاستخدامه. لكن ماذا يوجد في هذا المقر؟ لا يوجد شيء. لا توجد خدمات، لا توجد يعني زي ما تقول ملاعب للشباب، لا توجد في صالة. مناشط تقام، يعني منها صلاة الجمعة، نعم، الاحتفالات بالهناي. نعم، صحيح. لا يمثل ذلك منشط، طبعا بالتأكيد. يعني لما مع مكانة الصلاة عند المسلمين يعني. طبعا احنا نقول ليس انه نشاط الصلاة هي فرض يعني، لكن صلاة الجمعة الآن تقام وتم تدشينه وهكذا. نعم. وشوف طبعا الآن صلاة يعني الصلاة عامة تحتاج طبعا، يعني هذه خطوة يعني ممتازة ورائعة. يعني كونه يتم هذا الافتتاح ويشارك المجتمع، ولو أن العدد يعني محدود،
والمشاركة ما زالت محدودة. لكن لك أن تتصور بأنه جزء من ماستر بلان هو بناء مسجد. بناء مسجد متكامل. نعم. ويعني بناء ملاعب بقدرات أولمبية، بناء مكان للنساء لتعلم الحياكة والخياطة والكمبيوتر. فيه أيضا مركز بحثي ومركز للتراث الإريتري ولربط يعني الناس الشباب والأطفال الذين نشأوا في هذه البلاد. يعني فيه كثير. هذه هي الماستر بلان، وفيه مشاريع كثيرة. طبعا احنا في البداية بإذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه أن نحقق الوئام والوحدة والتآلف. جميل. نعم. لكن الذي أريد أن أقوله بأنه المشروع في بدايته يحتاج إلى شيئين. أيوة، لأنه أنا داير أسألك، أقول لك ما هو الشيء المطلوب الآن للشروع في اكتمال الخطة البنائية كما هو؟ نعم. الذي نحتاجه الآن أولا تحرك عاجل من الإدارة دعوة للمجتمع ككل. إدارة تعني من؟ إدارة تعني مجلس الأمناء ولا المؤسسة؟ مجلس الأمناء. يجب أن نعرف شيء بأنه رسميا أو على أساس المجتمع، الفاوندينج ممبرز لا يتعاملون مع المجتمع. يعني الأمر معقد جدا جدا. الفاوندينج ممبرز لا يتعاملون مع المجتمع مباشرة، إنما يتم التعامل مع المجتمع عبر مجلس الأمناء وما ينبثق منه من لجان، سواء كان لجنة تنفيذية أو لجان فرعية. هذا الذي يتم التعامل معه. لكن لا المجتمع ولا مجلس الأمناء ولا التنفيذية يملكون صلاحيات في التعامل مع الحكومة. مع الحكومة؟ نعم. كيف تم طيب التصديق المصادقة طلعت شهادة الملكية؟ طبعا من خلال الرابطة. يعني سهل انك انت تتعامل. يعني انت تستطيع مثلا، انا استطيع ان استاجرك يا استاذ احمد لتقوم لي مثلا بعمل. الترخيصات هذه تؤخذ بناء على الاوراق الرسميه. يعني احنا عندنا كرابطه كمؤسسه موجوده، لكن من يعمل، احنا حتى عندنا المهندس هذا مستاجر يعني يساعدنا، هو من قام باكثر هذه الاعمال، التواصل مع الكونسل والحصول على البيرميت فور يوز. يعني هذا عمل المهندس، واحنا اعطيناه التفويض للتعامل يعني كرابطه. لكن الشاهد في المساله بانه يعني زي ما تقول التوتر الذي ذكرته لك قبل، يعني يحدث عاده عندما يكون هنالك في قضيه. يعني عندما يكون هنالك مثلا الافراد يتوحشون ويريدون أن يأخذوا كثير من ده في إطار الليبرال ديمقراسي. يعني يريدون كثير من الحقوق، مثلا حقوق المثلية، حقوق تعرف هذه الأمور. هل هذه تناسب المجتمع؟ طبعا يحدث التوتر هنا. بالنسبة للرابط هذا مثال خارج المركز. نعم، خارج المركز. نعم، خارج المركز. بالنسبة للمركز نظرية. بالنسبة للمركز التوتر قائم ما بين، يعني التوتر نائم الآن، لكن يعني زي ما تقول غير مستيقظ. لكن الناس حسوا بأنه والله في نوع من عدم الترانسبيرنسي، الشفافية. بالإضافة إلى ذلك ما هو دور الفاوندينج ممبرز؟ الناس لا يعرفون بالضبط. لكن حسب ما رشح وعلمنا أنه مجلس الأمناء أو المؤسسين دعوا لجمعية عمومية وما كان في حضور كثير، أو الحضور ذات الحضر ما تقدم بأي مقترح، ولذلك قالوا يا جماعة خلونا نعمل بالشيء اللي نحن نؤمن به. يعني إلى أي مدى هذا الكلام؟ والله هذا الكلام طبعا يعني أولا الأمور لازم تؤخذ بنظام. يعني النهاردة إذا كنت تؤمن بأنه هذا المجتمع هو يملك المشروع، لابد أن تنظر ماذا يريد المجتمع. يعني حصل لقاءين، يعني حصل يعني عدد التقى، يكون في لقاء جماهيري مرتين، حدث هذا اللقاء الجماهيري، وكانت الرؤية واضحة بأنه والله نحن نحتاج إلى الشفافية. ما في تواصل مع المجتمع، لا نعرف شيء عن المشروع، من هم الأعضاء المؤسسون، ولماذا مجلس الأمناء يعني لا يتغير، وهكذا. يعني دارت كثير من الأشياء. الشاهد في المسألة
في نفس الوقت هنالك يعني بعض الناس ابتعدوا من المشروع وهم كان لهم حضور في المجتمع. كما تعلم بأنه الآن المشروع في حالة أشبه بالجمود بسبب عدم اجتماع الكلمة. هذه مسألة واضحة جدا جدا. فماذا تفعل أنت إذا تريد أن تجمع الكلمة؟ لابد أنك يعني زي ما تقول يهد الرود. شفت يعني كيف؟ المطلوب شنو هسي شيخ صلاح أنتم في رأيكم؟ المطلوب هو كالآتي: لقاء جماهيري. عقد جمعية عمومية لا ليس جماهيري مفتوح. لا لقاء جماهيري. الجمعية العمومية معناها للعضوية. لقاء أعضاء. جماهيري لعامة المسلمين. أيوة، لأنه هم يملكون المركز. لقاء جماهيري عام. مم. وفي هذا اللقاء يتم الآتي يتم الآتي مم. إنه في هذا اللقاء يا أخواننا، يعني نريد كل الناس، المجتمع الإريتري يكون أعضاء في هذا المركز، وتسهل شروط العضوية، الالتحاق بالعضوية. ونريد كل الأعضاء يكونوا المجتمع يكون أعضاء في هذا، حتى يكون وضع سليم وقانوني. نمرة واحد. مم. نمرة اثنين، دمج الهياكل الإدارية الموازية أو المتوازية في مركز الرابطة. الفاوندنج ممبرز الدستور يمثلهم. فاوندنج ممبرز الدستور مفصل على الفاوندنج ممبرز. مم. المجلس الأمناء الذي يتكون من 21 المجلس شخص. المؤسسة. مم. أيوة. مجلس الأمناء الذي يتكون من 21 شخص، هذا يعني يدير الرابطة، يعني يقوم بكل الأعمال، لكنه لا يملك صلاحيات قانونية أو دستورية. 21. من مم. يملك الصلاحيات الدستورية والقانونية هم الفاوندنج ممبرز. اللي هم المجلس المؤسسين. أيوة، الثمانية أفراد دول. 8 أفراد. أوكي. أيوة. طبعا هذا الكلام المجتمع لم يتم استشارته في ذلك أولا، مم. ولم لا، يعرف هذا ما بذلك. ينبغي أن يكون، قاعد تقول شيخ صلاح. أي ما ينبغي أن يكون بأنه دمج هذه المؤسسة أيوة، ولكن تحفظ مكانة مكانة أدبية وقانونية للمؤسسين. مكانة أدبية، مكانة قانونية. يعني طبعا أنت يعني مكان، أنا حتى أتحرج في ذلك، لأنه أنت خلاص أنت عملت العمل لله سبحانه وتعالى. مم. إنما نحتاج هو بناء الثقة. هل الإخوة في مجلس المؤسسين، المؤسسين. هل هم مثلا في أزمة ثقة بينهم وبين يعني من يدير المركز؟ هل لا يثقون مثلا في أنه يأتي إلى هذا المركز من يديره من المجتمع؟ يعني لابد من يعني جلسة مصارحة بأنه والله يا أخي، آه هذا الوضع غير سليم، لابد أن يكون في هنالك إدارة واعية. لك أن تتخيل يا أستاذ أحمد، الآن أنت شكلت مؤسسة الآن، مم. يعني تكون شكلت مؤسسة الآن. تخيل أن هذه المؤسسة لها إدارتان بضوابط مختلفة وب يعني صلاحيات برضو. صلاحيات مم. مختلفة. تخيل يعني الآن مثلا مجلس الأمناء يعني يجيل التقرير المالي السنوي. طيب، مم. لكن لا يستطيع أي عضو من مجلس الأمناء ولا رئيس مجلس الأمناء لا يستطيع أن يذهب بهذا التقرير إلى الحكومة، مم. لأنه هو في الدستور لا يوجد له. ما مسجل، هو فقط هو مسجل ما معروف. المجلس التأسيسي المؤسسي. أيوة، نعم نعم. فالمسؤول المالي في الفاوندنج ممبرز هو من يحمل هذا إلى الحكومة. طيب، الآن أنت شيخ صلاح تدعو إلى جمعية، إلى مؤتمر عام أيوة، للمسلمين في هذه المدينة، لقاء جماهيري لقاء عام. جماهيري، وفي أيوة. نفس الوقت يتم أيوة. دمج هاتين المؤسستين اللي هم مجلس الأمناء والمؤسسون، حتى لو حفظت مكانة للمؤسسون، لكن الصلاحيات تكون منصوصة بشكل واضح، نعم. وتعطى الصلاحية لمجلس الأمناء كمان أن يخاطب الجهات الرسمية. أيوة. أيوة، تعطى الصلاحية للاي جي ام اللي هو الآن هو الجنرال قانونيا ميتنج، يستطيعوا، قانونيا الجمعية يستطيعوا، العمومية. الجمعية العمومية. لأنه نعم. الجمعية العمومية تعتبر أعلى سلطة. مفروض هي أعلى سلطة الآن، أعلى سلطة لا، هي. حسب القانون الأسترالي. أيوة، مثلا إحنا الجمعية العمومية شيخ صلاح، الجمعية نعم. العمومية لو أقرت وقالت يا جماعة نحن الآن سنحفظ للمؤسسين كمجلس أعلى مثلا للمركز المؤسسون، وبعدين في مجلس الأمناء، وتنبثق منه اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية. نعم. القانون الأسترالي
هل إذا مشوا من أعضاء مجلس الأمناء ديل دايرين يعملوا أي معاملة، نعم. المكاتب والمؤسسات الحكومية هل حتقول لهم لا أنتوا نحن ما بنعرفكم، نعرف الناس المؤسسين أي- الثمانية قانوني؟ هذا أنا بسأل من الناحية القانونية. ايوه، هذا الامر يعني منوط بالمؤسسين، الاعضاء المؤسسين. إذا سمحوا ممكن. ايوه، شفت المشكله الاشكاليه في انه قلت لك آه. يعني هذا لا يوجد جسم حقيقي يمثل الرابطه، يمثل المجتمع، الا من خلال الفاوندنج ممبرز. طيب، فدي نقطة مهمة أنت تراها. انا برى بانه اللقاء الجماهيري يجب ان يتمخض عن قرارات بما يراه المجتمع، بما يراه على المجتمع. مجلس التأسيس أن ينصاع في ايوه، إطار الأهداف العامة، في إطار بالضبط. الأهداف العامة نعم. والمحافظة على المركز والسير إلى ايوه، الأمام. هذه النقطة مهمة للم الشمل وجمع وتوحيد الصف وجمع الكلمة، يعني تكون لنا كلمة يستطيع بعد ذلك انه الناس يتبرعوا للمشروع، لأن الناس الآن متوقفين عن التبرع، لا يوجد تبرعات. لك أن تتخيل بأن المرحلة الأولى دي لافتتاح، كما رأيت هذا الافتتاح تم أكثر يعني تقريبا 50% أو يعني 80,000 دولار تم يعني اقتراضه. لك أن تتخيل ذلك، بدل من أنه المجتمع يتبرع بها، لا يوجد مجتمع يتبرع لأن الناس طيب. فقدت الثقة، فأصبحت هذه دين عبء. مم. فأنا الذي أراه في الآن. النقطة الأولى هو اللقاء الجماهيري العام الذي تتمخض منه قرارات بحسب ما يراها المؤتمرون اللي هو المجتمع الإريتري. نمرة واحد. نمرة اثنين، على المستوى الحالي الآن في مجلس الأمناء يجب إضافة الشباب لمجلس الأمناء. حاليا أصغر شاب في هذا المجلس عمره يعني تقريبا 30 سنة، بعد ذلك كل العضوية من 50 وما فوق. مم. وهذا طبعا خلل كبير جدا جدا في انه لا، الشباب إذا هم أقل من 30 سنة ما في تجربة، لكن ولا مش مم. هو واحد 30 سنة عمره تقريبا ولا واحد. يعني يضاف له عدد، يعني أنت قصدك يعني انا ارى بانه انا قدمت هذا الاقتراح لما من كنت قبل. رئيس المجلس، ايوه مجلس قدمت الأمناء. وتم الاتفاق على انه الاداره الجديده هذه هي تتبنى هذا الاقتراح، ولكن هذا لم يتم، بل يعني تم تجاوز هذه المساله يعني. ف جميل. شيخ صلاح، مم. آسف على المقاطعة. كان تم تكوين لجنة وفاق، لجنة صلح أو تقريب وجهات النظر بين الطرفين. يعني الآن لنا طرفين، يعني وكل الطرفين عزيزي المشاهد هم مع المركز، بس في اختلاف بسيط في شكل الإدارة يعني. لكن ما في إنسان مسلم في هذه المدينة وفي هذه الولاية ولا يهم أمر هذا المركز، سواء كان يعني اختلافات وجهات النظر. وعشان كده أنا كتبت القصيدة التي نشرتها في صفحتي يعني. شيخ صلاح، كانت في لجنة وفاق برئاسة، أعتقد كان في عضوية برئاسة، لما أكون مخطئ، الشيخ حسن قبريس، ونحييه من هنا. هل اللجنة دي التقت بكم يا شيخ صلاح؟ والله هذه اللجنة يعني عندما كنت رئيسا لمجلس الأمناء التقى بي الشيخ فاضل حسن قبريس، ويعني ذكر لي بأنه هنالك يعني المجتمع لم يعد يستمع إلى الرابطة، ولم تعد كلمة الرابطة توصل إلى المجتمع. امم. فقل إحنا نريد أن نوصل كلمتكم للمجتمع ونوصل كلمة المجتمع لكم. جميل. طبعا أنا طلبت منه في ذلك الوقت بأنه والله يا أخي نحن الآن في ختام الدورة ونسعى إلى فتح العضوية من أنت خلال. كنت ساعتها في رئاسة مجلس الأمناء. نعم نعم. امم. ويعني طلبت منه بأنه يا أخي والله إحنا نريد أنه نفتح العضوية الآن، لأن العضوية بتاع الرابطة كان لا يتجاوز عدد العضوية فيها 55 شخص. يعني عدد قليل يعني. عدد قليل، بل انه ال 55 الناشطين او الاكتف ممبرز هم كان عباره عن 35 تقريبا. امم. يعني بعباره اخرى بانك لا تستطيع ان تدخل الى اجتماع جمعيه عموميه بهذا بأقل العدد، من لان هذا هؤلاء يمثلون من؟ اذا كان الرابطه هي مشروع مجتمعي، يجب ان الاداره يجب ان تعكس التنوع المجتمعي، سواء كان شباب
أو مرأة أو يعني كبار السن، أو يعني تعكس كل هؤلاء الناس